بونسوار ميزامي كومونت ليفو، مساء الخير عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله بنكمل الجزء الثاني تبع الدرس الثاني في الوحده الثانيه. احنا لسه في الدرس الثاني. تمام. انا عندي هنا احنا خدنا طبعا الايام وخدنا الشهور وفهمناه كويس والحمد لله واتمرنا عليها كده على السريع. دلوقتي هناخد فيرب افار اللي خدناه في اول السنه. هو بيكرروا ليه؟ هو كده بيكرر كل شويه نفس الحاجه بس بيربطها بشيء جديد. عندي هنا افوار، جي، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. J'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. هنتكلم هنا عن تاريخ الميلاد. تمام. بس انا دلوقتي هتكلم عن فيرب افوار لما احدد الاج بتاعي العمر. قول جي انا عندي 16 سنه. لما اجي اعمل سؤال هنشطب سيزون واقول له هنا كلاج tu. كلاج tu. عمرك كان انت كام سنة؟ tu as كلاج. tu as كلاج. دكتور بنفتكر ده كويس عشان هناخد تاريخ الميلاد. كاليتوناج ما هو يكون ميلادك او عمرك. يبقى الاج هنا العمر على بعض التوتال كام سنة، يعني انا عايش دلوقتي بقالي كام سنة. دكتور ادي اول حاجة عندي. بما اني خدت الايام والكلام ده كله قبل ما اتكلم عن تاريخ الميلاد انا عاوز احكي عن تاريخ اليوم. كلمة لا دات يا جماعة يعني التاريخ. دات يعني التاريخ. طيب انا عندي كلمة aujourd'hui. aujourd'hui يعني اليوم. كلمة طويلة بس سهلة والله. quelle est la date aujourd'hui؟ ادي دات وادي aujourd'hui تاريخ اليوم. انا هستخدم الكلمة دي في السؤال ونشوف هنجاوب التاريخ ازاي. انا هحط سؤال وبعدين نجاوب. يلا بينا. لو ركزنا هنا كالي لا دات aujourd'hui، كالي لا دات aujourd'hui ادي كال وادي دات ما هو تاريخ اليوم. كال دات سومنو اي تاريخ نكون. لا دات سكوا التاريخ بيكون ايه. لما هرد على التاريخ هرد كالاتي. هقول هنا نو سوم. ماشي. لو انا هتكلم عن التاريخ بتاعي بالايام النهارده السبت كذا 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 ومش عايزه احط السبت في النتيجه عندي اليوم وقدامه رقم، فانا هحط الرقم. هحط لو واحط الرقم على طول وبعدين اسم الشهر. تبقى مثل الابوستروف نو 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 سوم. احنا بنكون ناخد اكزامبل لو 11 ونركز في الحته دي كويس. دي بتجي في الامتحان دايما. 11 مايو نو سوم لو 8 مارس 8 مارس. يبقى هنا ليه ما فيش ابوستروف رغم ان الارش مش عارفه ايه والاو حرف متحرك؟ لا احنا كل حاجه بناخدها بيبقى فيها استثناء يا جماعه. حاجه واثنين وثلاثه. داكور. يبقى انا عندي هنا هقول هنا نو سوم احنا بنكون ل 11 ماي 11 مايو. اي تاريخ احنا عندنا الشهر لغايه 31 يوم. نو سوم مثلا 15 افريل. يبقى هنا اللي بحط الرقم مفيش اي تغيير اهو اهو اهو. طب لو عايزه اقول احنا اول يوم في الشهر هنركز في دي كويس. نصهم مش هينفع اقول هتبقى لو بروميي. الكلمه اللي احنا خدناها في الاول خالص لو بروميي مارس. مثلا اول مارس اهو. تمام. طيب انا دلوقتي كتبت اول يوم في الشهر، كتبت الارقام بتاعه الشهر بتاعتي عادي. طب لو انا عايزه اتكلم عن التاريخ بالشهر بس هو التاريخ بتاع اليوم الارقام. احنا السبت 5 كذا كذا كذا. يبقى ده ازاي تتكلم عن التاريخ وتحسبه. تمام. ادي بالنسبه لدي. طيب هناخد بعد كده لو انا عايزه اتكلم على تاريخ الميلاد بتاعي. طيب قبل ما اتكلم عن تاريخ الميلاد اول يوم في الشهر دي لها اختصار. نو سون احنا بنكون لو بياخد رقم 1 اخر حرفين لو بروميي ماي 1 مايو. يبقى دي اول مايو الاختصار بتاعها عشان نبقى برضو فاهمين ان كلمة اول لها اختصار. لو خدنا اكزامبل اختياري لو قلت والله علي اني 11 ماي خدت الان خدت لو خدت الابوستروف خدت الاو. هنركز بقى انا جبت الشهر ولا جبت رقم. يبقى الارقام ما بتاخدش يا جماعه حروف غير اشطب دي. طب دي ولا دي؟ اي حد اوتوماتيك هيلاقي الاو هياخد الابوستروف نو. يبقى ال 11 افتكر ان دي استثناء ل 11 ماي. يبقى هو اتولد ل 11 ماي 11 مايو. داكور. عندي هنا اترني ولد.
وني وني وني. ني دي كأنها صفة، هي فعل في الماضي، ولكن أنا دلوقتي ما فهمش الكلام ده، أنا أفهم إن هي ولد صفة زي بورن كده بالإنجليزي، بس هنا عندنا هنا كأنها صفة. المهم أنت بتعرف إن فيها مذكر مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، صفة تتبع الموصوف. تمام. فأنا هقول ندى إيه مثلا اون افريل، فانا هقول هنا ني ولا ني ولا ني ولا ني. ابص كده الصفة تتبع الموصوف، ندى مؤنث يبقى ني المؤنث، ادي دي. طب لما اقول لها ايه مدام فوزيت كون دي هناخدها بمعنى متى، فانا هقول لها هنا ني ولا ني ولا ني ولا ني. طيب هنا هركز بقى، الفو هنا جمع ولا مفرد؟ صفة تتبع الموصوف، ولازم الموصوف يبقى يا ضمير واضح هو مؤنث زي ال او اسم. طب هنا ما فيش ضمير، الفو دي انا مش عارفه هي جمع مذكر ولا مؤنث، ولا هي اصلا الاحترام اللي قبلها كلمه ايه. مدام واحده يبقى الصفه رايحه لها يبقى نيل مؤنث. تمام. ناخد اكزامبل كامل. لما اقول مسيو فوزيت، اسال واحد عن تاريخ ميلاده كون، فانا بقول له هنا ني ولا ني ولا ني ولا ني. برضو مسيو واحد يبقى الفو عايدة على مسيو، يبقى المفرد ال مذكر. داكور. هنا بقى هناخد ملحوظة كده، اما اقول الي اي موا دي برضو هتجيلكم ان شاء الله في الترم التاني. اسم زائد مواد بيديني نو يا جماعة. تمام. يبقى نو سوم اون مارس، فانا هاخد هنا ني ولا ني ولا ني ولا ني. انا وعلي نحن، يبقى النحن بتاعتنا احنا جمع مذكر، يبقى هاخد ني جمع المذكر دكار. يبقى انا هاخد بالي من الضمير والاسم، المفرد ياخد المفرد، الجمع ياخد الجمع. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل جمله بتاريخ الميلاد، وعايزه اسال عن تاريخ الميلاد ده، انا اتولدت ازاي، اتولدت فين يعني، والساعة كام ممكن، بس هنا مش هيجيني الساعة خالص، وكل القصة هيسألني عن التاريخ اللي أنا اتولدت فيه. تمام. يلا بينا كده نشوف. لو بس أنا الجمل دي je suis né le 1er mai, je suis né le 11 mai, je suis né en mai, je suis né en 2000 سنة 2000. عايزة أعمل سؤال على كل الموضوع ده يا جماعة، هسأل هنا بأداة استفهام اسمها quand. يبقى quand بمعنى متى، quand بمعنى إيه متى، فأنا هقول له متى ولدت. يبقى أنا هبدأ آخد الكلام ده كله أشطب التاريخ، وهقول له هنا quand tu es né، متى أنت ولدت. تمام. ده سؤال. ممكن أقول له هنا إيه la date de naissance، يعني إيه naissance ميلاد، تاريخ الميلاد c'est quand، بيكون إمتى. صح. طب ما أنا ممكن آخد كاليا مس، مفيش مشكلة. كالي لا دات، كالي المؤنثة، ما هو دات تاريخ de لي ta naissance، يعني ما هو تاريخ ميلادك. تمام. طب ما انا ممكن يا مس اسال عن الشهر اللي اتولد فيه، ما فيش مشكله. ان كال موا في اي شهر. بصوا يا جماعه انتوا هتاخدوا كل حاجه تلعبوا بيها براحتكم زي ما انتوا عايزين، ما دام فهمت الاساس. ديكور. ان كال موا في اي شهر تييني انت ولدت. كل دي حاجات تنفع، من اللي قال ما تنفعش تنفع وزياده كمان. عندي هنا كلمة anniversaire يعني عيد ميلاد، برضو من الحاجات المهمة اللي أنا ممكن أستخدمها معايا كلمة anniversaire، إن أنا أستخدمها وأنا بتكلم عن تاريخ الميلاد. لما يجينا في الموقف يقول لي اتكلم عن تاريخ ميلادك أو اسأل عن تاريخ الميلاد، يبقى أنا لو قلت جملة هنا كده mon anniversaire عيد ميلادي، تمام، بيكون مثلا لو 12 ماي نفرض يعني. يبقى أنا ممكن أقول له هنا نشطب 12 مايو، وأقول له هنا quand إيه متى يكون ton anniversaire.
يبقى في فرق بين السؤال عن العمر والسؤال عن تاريخ الميلاد. العمر التوتال اللي انا عايشه على بعضه كام، تاريخ الميلاد اليوم اللي انا بدأت حياتي فيه، يعني طلعت للدنيا واتنفست وبقيت عايش اليوم كذا، يبقى انا بقى هنا ذكرى تاريخ الميلاد يوم 12 كذا. ولكن العمر يعني على بعضه التوتال كام، عشان نفرق ما بين ده وما بين ده. دكار. طيب انا ممكن اسال كمان اقول ايه، اكل دات، في اي تاريخ تجيني انت اتولدت؟ والله عيد ميلادي كذا. يبقى ده ما دام عيد ميلادك يبقى خلاص، يبقى هو ده تاريخ ميلادك اللي انت اتولدت فيه. يبقى كل دي اسئله بتجوز وتنفع ان انا اعملها عن تاريخ الميلاد. ماشي تمام، فاهمين معايا كده اللي احنا بنقوله؟ تمام. طيب انا دلوقتي خدنا تاريخ الميلاد وخدنا الصفه تتبع الموصوف مع فيرب اتر، وفهمنا ازاي نتكلم عن تاريخ ميلادي. تمام. ازاي اطلب عيد الميلاد، متى ولدت، انت اتولدت امتى. هنا بقى لو انا خلاص هعمل حفله، كلمات كده، حاجات كده ممكن تجيني كده بعد القطعة وبتاع. يوم فات حفلة، بما اني اتولدت بقى وبحتفل بعيد ميلادي يبقى كده انا هعمل حفلة في مكان او هيبقى لها ميعاد معين. لو قلت هنا مثلا لفات، الحفلة هتكون مثلا او تكون يوم لو 20 افريل، 20 افريل، يبقى 20 افريل تتشطب بقول كون، متى، الى فات، متى تكون الحفلة. تمام. يبقى ده ممكن حاجة واردة تجيني أعرف أتصرف معاها. طيب أنا عندي مثلا في فعل اسمه فيليسيتي، فيليسيتي يعني يهنئ، ده وارد يجيني في موقف أو لأ، بس أنا برضو لازم أعمل احتياطاتي. بتهني واحد بعيد ميلاده يبقى أنا هقول له هنا إيه، بون انيفرسير، يعني عيد ميلاد سعيد. تمام. هقول له جويوز انيفرسير. يبقى ده عيد ميلاد سعيد. تمام. خدنا ازاي نسأل عن اليوم، نسأل عن الشهر، نسأل عن تاريخ اليوم. طيب انا دلوقتي عايزة اعرف هيجيني ازاي الاوبجي بتاع الدرس ده. لو قال لي هنا بريزونت توا، يعني ايه يا جماعة بريزونت توا؟ قدم نفسك. طب ما احنا حافظين يا مس، بس هنا هيزود عليها تاريخ الميلاد. فانا مثلا هبدأ اتكلم عن نفسي، هقول جو مابيل، انا اسمي علي مثلا. وبعدين هقول مثلا جي، انا عندي 17 17 سنة. وبعد كده والله هتكلم بقى عن تاريخ ميلاد، جو سوي ني، جمل سهلة خالص كده. مثلا لو 10 افريل، 10 افريل 10 ابريل مثلا. طيب ابدأ اتكلم عن الكاركتير، جو سوي تيميد، انا شخص تيميد. تمام. ايه كمان ممكن اقول، جو سوي، أنا بكون تري جورمون، يعني أنا أكيل درجة واحد، أحب الأكل زي عيني. ممكن أتكلم وأقول تاريخ ميلادي، أنا قلت تاريخ ميلادي، جابيت، أنا أسكن أو أعيش طنطا. طب نفرض يا جماعة جاب لنا موضوع غريب وقال لي احكي عن الحفلة، الدنيا صعبة؟ نو، ولا فيها ريحة الصعوبة ولا بتاع. طب لو أنا قلت هنا مثلا ديكري لفات، اوصف حفلة عيد ميلادك أو نجاحك على حسب. يبقى أنا أول حاجة هتكلم عن اسمي، جو مابيل، أقدم نفسي، أنا اسمي علي، عندي كذا سنة، جي سيزون، عندي 16 سنة، تاريخ ميلادي جو سوي ني، أنا اتولدت مثلا اون افريل، في ابريل. ابدا بقى اقول مثلا لجدي، الخميس. احفظ بقى فعل ينظم، جورجانيز، انفات، انظم ايه يا جماعه؟ انظم حفله. تمام. بعد ما نظمت الحفله ابدا والله اوصف، الي الحفله بتكون مثلا جميله، رائعه، سوبر، صفة تنفع مع الدنيا بحالها وسهلة خالص عليا. مثلا هتقولي مثلا ايه، جي دانس، جي شانت، بغني وبرقص بتاع. يبقى انفيت لزمي، ادعو الاصدقاء.
يبقى الكلام هنا سهل خالص، مفيش حاجة صعبة. احنا اللي بنصعب الدنيا لما بنشوف العنوان بننخض. مفيش حاجة بالدنيا ما خدتهاش، ولكن الفكرة كلها انا هرتب معلوماتي ازاي. تمام؟ يبقى احنا لازم نظبط معلوماتنا ونعرف. يبقى دلوقتي العنوان بتاعي هنا بيقول لي ايه؟ بريزونت توا. يبقى افهم يعني ايه بريزونت توا، قدم نفسك. طبعا في الامتحان ممكن يديني كلمتين عوامل مساعدة، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي. بريزونت توا، قدم نفسك. انا اديتك كل حاجة ممكنة: الاسم، العمر، تاريخ الميلاد، صفة ساكنة فين. لو قال لي الجول ميول يعني بحب ايه وما بحبش ايه. جو مابيل الي، جي 17 ans, je suis né le 10 avril, je suis timide, je suis très gourmand, j'habite à طنطا. décris la fête، اوصف الحفلة. جو مابيل الي، جي 16 ans, je suis né en avril, le jeudi j'organise une fête، انظم حفلة. الي سوبر، الحفلة بتكون رائعة. جي دانس، جي شونت. تمام؟ احنا ان شاء الله بعد ما نخلص منهجنا هنعمل مراجعة كويسة وهنحل كتير، فنشوف الأسئلة المتنوعة اللي هتقابلني بإذن الله. تمام؟ خدنا هنا في الجزئية دي في الفيديو ده ازاي هسأل عن تاريخ الميلاد، ازاي هتكلم عن تاريخ ميلادي من خلال اليوم والشهر والسنة، وازاي السؤال هيجيني في الاختياري. اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا، وبإذن الله هشوفكم في فيديو آخر مع معلومة تانية مفيدة بإذن الله. أوفوار.